بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فسلام الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته. إخواني الكرام، بهذا الفيديو بإذن الله رح نحكي عن الصلاة الوسطى. يعني بدنا نحدد إيش هي الصلاة الوسطى. نحن عفي عنا 5 صلوات مفروضات: فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. فبدنا نحكي عن الصلاة الوسطى اللي انذكرت في كتاب الله تعالى في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. مين هي الصلاة الوسطى؟ طبعا ليش حكينا عن هالموضوع؟ لأني سألت كتير ناس، كتير مو الكل، كتير، إنه إيش هي الصلاة الوسطى؟ فمعظمهم قال هي العصر. ليش؟ قال لك الفجر، الظهر، العصر هي صايرة المنتصف، فالعصر هي الصلاة الوسطى. وهذا شيء كان يعني في يعني شبه إجماع على هذا الموضوع. قليلين كتير اللي قالوا إنه ما هي العصر، قالوا الجواب الصحيح. فنحن فتحنا بيانات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني لنشوف إذا حكى عن هذا الموضوع ولا ما حكى. طبعا حكى. أكيد يعني حكى. لو ما حكى أنا ما حكيت. الصلاة الوسطى كيف رح نعرفها ونسبتها من كتاب الله إنه هي ما هي صلاة العصر، وإنه هي صلاة الفجر. صلاة الفجر كيف فجر وكيف وسطى؟ هلا بنشوف. نرجع للآية. قال تعالى: حافظوا على الصلوات. الصلوات بشكل عام كلها مفروضة. حافظوا على الصلوات. رجع قال لك والصلاة الوسطى، أكد عليها. ليش أكد عليها؟ طيب، قال لك بعدين: وقوموا لله قانتين. تمام، قانتين. دعاء القنوت أنا بندعي ونحن قيام، هذا بأي صلاة بيكون؟ بيكون بصلاة الفجر. فرب العالمين لما أكد على الصلاة الوسطى في لعدة أسباب أكد عليها. السبب الأول لميقات الصعب. ميقات الصعب يعني الناس أصعب وقت للصلاة هو صلاة الفجر. فاللي بصلي الفجر بصلي كل شيء. في كثير ناس بيقول لك: أنا والله أنا بصلي لكن عند الفجر أبى أطيش. ليش؟ ميقاتها صعب، خصوصا هلا مثلا بالشتاء. هذا السبب الأول لميقات الصعب تم التأكيد عليها. السبب الثاني ليش هي الصلاة الوسطى؟ قلنا لأن رب العالمين أمرنا فيها بدعاء القنوت، فالمقصود في الوسطى هي الفجر، لأنه نحن ما بندعي دعاء القنوت إلا بالفجر. طيب، والسبب الثالث أيضا لأنه هي الصلاة أيضا أنه أكد عليها رب العالمين لأنه مشهودة من قبل المعقبات والدوريات الملائكية. مشهودة من قبلهم. فهي 3 أسباب بتكفي إنه نقول إنه هي الصلاة هي صلاة الفجر. حتى أنه صلاة الفجر في كتاب الله جدا 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 واضحة. يعني وقت هي الصلاة، وقت دخول هذا الوقت جدا واضح ومبين في كتاب الله في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مبين لي بدقة متناهية للجاهل والعالم. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هون وقته ما بين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هو وقت الصلاة الوسطى. ليش إن الوسطى هي وسطى ميقاتها؟ لأنه صاير ما بين الليل والنهار، لذلك هي وسطى ما بين الليل والنهار. فالكلام جدا واضح. هاي اللي بيقول لك صلاة العصر ما عنده دليل، يعني كل شيء مكتوب بالكتب مو شرط يكون صحيح. فالصلاة الوسطى هي صلاة الفجر نظرا لميقاتها الصعب، نظرا لأنه ندعي فيها دعاء القنوت. رب العالمين قال: والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني دليل قوي كتير. والسبب الثالث أنه هي مشهودة من قبل المعقبات والدوريات الملائكية. فيديو بسيط، فكرة صغيرة حبينا نوضحها بهذا الفيديو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.